لو معاك 50 جنيه بس ونفسك تفطر في اسكندرية على البحر، هتفطر في بابلو كافيه ب 50 جنيه بس. احلى فطار على احلى فيو في اسكندريه كلها في بابلو كافيه. عندهم كذا اوفر للفطار، واول اوفر بقى البيكلز الغامق ده ينفع جدا جدا للدايت، وبينزل معاه بطاطس وسلطه. ممكن تختاروا ميكس لحوم او جبنه او بيض. كان خطير بجد، والكميات كبيره قوي. بعد كده الكرواسون، الناس اللي بتحبه بقى هتعشقه هناك، لان كان طري جدا وهش، والحشو زي ما انتم شايفين كتير جدا. نيجي بقى للفطار، بقى الفطير المشلتت بقى الخطير ده، اللي الفطيره تاكل اربعه. بينزل معاها جبنة كريمي وعسل وجبنة قديمة. بجد تحفة جدا، كل ده ب50 جنيه بس. الفطير كان مورق وخطير حرفيا. وده بقى البيكلز ميكس لحوم، وبرضه ممكن تختاروه ميكس جبن او بيض. بينزل معاه بطاطس وسلطة. ونيجي بقى للبانيني، كان ميكس جبن، كان تحفة جدا جدا، وبجد مشبع قوي. شايفين بقى كمية الفرايز اللي جنبي دي، لان بيعملوها هناك في بابلو خطيرة قوي قوي. نيجي بقى الفطار، بقى الفول والفلافل والبيض والبطاطس الأورينتال، كل ده ب50 جنيه بس. طبعا العيش ده بقى بتاعهم معمول مخصوص بجد يا جماعة، وطبق الفول كان محوج وخطير. ده كفاية الفيو والهوا رهيب بجد، وأحلى فلافل هناك. حقيقي استمتعت جدا جدا بالفطار، وتجربة حلوة قوي. من أحسن الأماكن في اسكندرية اللي بتقدم لك فطار مشبع بكميات رهيبة زي دي. أما بقى البانين الميكس بجد كان تحفة. نيجي بقى للديزرت دي، بقى القشطوطة المسخسخة التريليتش زي ما تسميها، مع القهوة نوتيلا، كانت تحفة. وده بقى هيبقى المشروب بتاعي المفضل، هوت بابلو بالمكسرات رهيب، مع أحلى تشيز كيك هتاكلها في حياتك. أما بقى الوافل هناك كان كريسبي كده مقرمش كده، مع النوتيلا والآيس كريم، وأحلى كابتشينو هتشربوه في حياتكم. الوايت موكا والسبانيش لاتيه اللي ما ينفعش ابدا ما تجربهمش من بابلو كافيه، لان هم فعلا مميزين جدا جدا بيهم، ومن احسن الاماكن يا جماعه من حيث الخدمه والفيو. وبجد كل حاجه هناك مميزه جدا، وبيعملوها بحب. وطبعا هناك تقدر تعمل عيد ميلادك او خطوبه او كتب كتاب او ديت كمان. بجد المكان مهيأ جدا جدا لكل المناسبات، وفي تجمعاتنا مع عائلاتنا واصحابنا، وكوبايه الشاي بالنعناع هناك حتى ليها طعم جميل قوي.